ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده. النهارده بقى هنعمل مع بعض احلى ممبار، عايزه اقول لكم هتدمنيه من كتر طعمه وحلاوته الجميل. هنعمله بطريقه تحفه جدا جدا زي بتاع المطاعم بالظبط. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه. هنسمي كده بالله ونصلي على الرسول، ولو عجبكم فكرتنا شجعونا بلايكات كتير وما تنسوناش في التعليقات بتاعتكم الجميله. هنعمل بقى ايه؟ هنحط ليمونه كده كامله هنعصرها ونحط القشر بتاعها، ومعانا الخل ده اسمه الطاووس. عايزه اقول لك تحفه جدا 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 من نقطه واحده، يعني عايزه اقول لك جميل جدا. لكن انا بوريكم اسمه لاني انا جبت قبل كده خل، وبصراحه كان عامل زي الميه بالظبط. فالخل اليومين دول مغشوش جدا، فهاتوا النوع نوع الطاووس حلو جدا. هنحط بقى كمان معلقه من الدقيق هنا خليه لونه ابيض كده وجميل، والليمون والخل هيشيل منه اي زفاره تماما. معانا هنا بقى ايه البصل. هبدا ان انا افرم كده شويه من البصل حلوين زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان البصل بيخليه الخلطه بتاعه الممبار بيديله طعم تحفه جدا جدا، والبصل اساسا بيخليه يبقى مسكر جدا. هنحط بقى ايه كميه البصل كده زي ما انتم شايفين، وطبعا حاطين الزيت وبدات ان انا انزل البصل بالشكل ده. هبدا بقى معانا ايه الطماطم هنا انا مش عايزه اضربها في الخلاط، انا عايزه اضربها في الكبه عشان مش عايزه ان هي تبقى ناعمة. انا عايزاها ان هي تبقى يعني مش ناعمة قوي. تمام كده هتبقى احسن وتبقى جميلة جدا خصوصا الممبار. هبدأ بقى ان انا ايه احط معلقة كمان من هريسة الشطة، بتدي طعم تحفة جدا للممبار. تمام قوي كده، خلاص كده ضربناها. تعالوا بقى ايه نشوف بقى البصل بتاعنا بدأ ان هو يدبل معانا، وكمان يدي لون ذهبي كده وجميل. تمام كده الطماطم انا عايزينها بالشكل ده. خلاص كده البصل كمان خلص معانا، هنقلبه كده تقليبتين، وهبدأ بقى ان انا انزل بالطماطم. الطماطم كمان اليومين دول رخيصة جدا وحلوة قوي، والحقوا بقى ايه خزنونكم شوية، لان ممكن ايه انتوا عارفين الطماطم دي مجنونة وممكن تغلى في اي وقت. نحط كده بقى ايه معلقة من معجون الصلصة، ومعانا هنا نص معلقة من القرفة على السبع بهارات. تمام كده. بعد كده هنحط كمان معلقة من البابريكا. هنضيف بقى ايه ربع معلقة صغيرة من الكبابة الصيني. هنقلب بقى كل الكلام ده، ولسه بقى هنضيف بقى ايه معلقة من الكزبرة، بتدي ريحة تحفة جدا جدا جدا. حط بقى كمان مكعب مرق الدجاج بتخليها تحفة جدا. كمان هنحط بقى ايه معلقة من الفلفل الاسمر، وهنحط كمان معلقة من الملح. هنسيبها بقى ايه تتسبك كده براحتها، وهتدي لون تحفة جدا. عايزة اقول لكم هتبقى خروف. هنرجع بقى لما تتسبك وهنوريها لكم معانا هتبقى شكلها عامل ازاي. زي ما انتم شايفين شكلها تحفة جدا جدا وقوامها حلو جدا. هنبدأ ننزل عليها كده الرز، طبعا الرز غسلينه ومصفينه. هنقلب كده زي ما انتم شايفين، وهنحط كمان بقى ايه الخضرة بتاعتنا شبت وبقدونس وكزبرة. كمان هنعمل تركية حلوة جدا هنا هتعجبكم قوي. عايزة اقول لكم الطريقة ديت بصراحة طريقة مامتي في كمان المحشي وكمان في الممبار. يعني هي بصراحة بتعملها كده للممبار وكمان المحشي. وكمان عايزة اقول لكم ان انا شفت الطريقة ديت برضو من اسماء فايز، مطبخ اسماء فايز بتعمل نفس الطريقة كده، بتدي تشويحة كده للرز على النار. يعني انا اتفاجئت بصراحة، لان هي بصراحة يعني طريقة مامتي من زمان بتعمل نفس الطريقة ديت. لكن انا شفتها منها اللي بتخلي ان الرز يتشوح شوية مع الصلصة. هي يعني مش بتسويه، لكن هو الرزاية نفسها بتبقى شاربة كده من الصلصة بتاعتنا، وبتبقى طعمها تحفة جدا. لكن انتي مش بتسوي الرز ولا حاجة، هو بس ايه بتشوحيها تشويحتين كده عشان كمان تعرفي تحشيه حتى لو في المحشي برضو. لو عملت الطريقة دي برضو جميلة جدا، وانا جربتها في المحشي برضو قبل كده، فرقت جدا يعني في الطعم بيبقى والله. يعني عايزه اقول لكم والله طعمه تحفه فعلا جدا. كمان بيخلي الرزايه كده تشرب من الصلصه وتبقى حلوه جدا. هنا قطعت كده الممبار زي ما انتم شايفين كده، قطعناه بالشكل دوت.
وبعد كده ايه بدأت ان انا ايه يعني ايه احشيه كده زي المحشي كده بالظبط. هو يعتبر عامل زي خلطة المحشي بالظبط. تمام كده. هنحشي بقى الممبار بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وده حجمه لان هو بصراحة كمان بيكش. وهوريكم بقى ايه ده الممبار اللي هو بقى ايه الضاني. هوريكم بقى هنعمله ازاي. احنا كده معانا نوعين، وريتكم كده النوع التاني اللي هو الممبار اللي هو الجاموسي، وده الممبار بقى اللي هو الضاني. بندخله كده بكل سهولة زي ما انتم شايفينه، بشفاطة بقى، بأي حاجة سنها رفيع، معلقة سنها رفيع، من ان احنا نتصرف ونحشيه. عايزة اقول لكم على فكرة بيبقى سهل جدا، هو بس مسافة ان انت تدخليه في قلب القمع كده وبيبقى سهل جدا وبينزل معاكي بكل سهولة. يعني سهل جدا مش صعب ولا حاجة. اللي هو الضاني دوت في ناس كتير قوي متحبش تحشيه عشان هو متعب ولا حاجة، ولا متعب ولا حاجة، زي ما انتم شايفين كده في ثانية بيتعمل. عايزة اقول لكم بيبقى سهل جدا كمان عن التاني. مسافة ما انت تدخليه كده بالقمع خلاص بينزل كله مرة واحدة. بصوا بقى هنا انا بقطع اللي هو الضاني ده. عايزة اقول لكم يعني لما تيجي تقطعوا الضاني قطعوه كده ايه طويل شوية، عشان خاطر الضاني عامة بيكش اكتر من البقري او الجاموسي. تمام كده. هنعمل بقى بقيه الكميه عشان ما نطولش عليكم، وتعالوا بقى هوريكم بقى مفاجاه حلوه جدا جدا هتعجبكم قوي. ده بقى ايه انا بعمل ايه الممبار اللي هو السبحه، بيبقى شكله تحفه جدا. بنربط كده اتنين كده الاتنين كده من فوق، وبنعمل كل واحده كده زي ما انتم ما شايفين نربطها كده. يعني بنعملها زي كوره كده ونربطها كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنعمل بقى كله كده حوالين داير كده كلها لغايه ما نخلصها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهتبقى كده شكلها. عايزه اقولك بتبقى شكلها حلو جدا اول ما بتستلق، وكمان بعد ما بتتحمر بتبقى جميله جدا، وهنوريها لكم معانا. هنا بقى ايه انا نزلت الممبار، حطيت ايه بقى ايه في الميه، حطيت ورق رول، وحطيت كمان حبهان، وهنحط بقى ايه ملح بقى ومكعب مرق الدجاج هيدي طعم حلو جدا، ولو فلفل اسمر بقى وكده، وظبطي بقى ايه الشوربه بتاعتك. بعد كده هنبدا ان احنا نطلعه بعد ما اتسلق معانا زي ما انتم شايفين كده. خلي بالنا ولما نيجي نحشيه ما نكترش يعني ايه الرز قوي في الممبار، لان هو ايه بينزل، لازم ينزل معاكي رز في الشوربه. بس انت حاولي ان انت على قد ما تقدري ما تمليش الممبار قوي. زي ما انتم شايفين نزلنا كده بقى ايه في الزيت، وهنحمره كده يخلي لونه كده زي الذهبي كده زي ما انتم شايفين كده. بجد ريحته قلب الشقه، بجد رهيب يا جماعه. مش قادره اقول لكم على بجد حلاوته قد ايه وجميل قد ايه. لازم تعملي الخلطه دي في العيد وتعملي الممبار ده بنفس الطريقه دي، بجد رهيب جدا. وغيري كده لاولادك واعملي لهم كده حاجات جديده. لو وصلت لغايه هنا ما تنسيش بقى ان انت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الاشعارات بتاعتنا الجديده. ما تنسيناش كده في لايك وكومنت حلو منكم، بجد بيشجعني ويحمسني جدا. بصوا زي ما انتم شايفين مفلفل قد ايه وسخن جدا، مش قادره اقطعه بصراحه. بس دي بصوا ممكن تقطعوها كده تبقى كور، او ممكن تسيبوها كده تبقى شكلها حلو جدا. وايمن بصوا حطالي الطبق وعايزه تهدي. يلا بقى نروح ناكل، ما تنسوش اللايك بقى وتشتركوا في القناه.